طلاب هسه شنو عندي؟ هسه عندي الحالة الثالثة. الحالة رقم 3 للقطع، الحالة رقم 3 للقطع المكافئ اللي هو وين؟ إلى الأعلى. أها. إذا هنا القطع إيش راح يكون؟ هنا القطع راح يكون وين؟ راح يكون للأعلى. نفس الوضع، القطع مالتي لازم يمر بنقطة الأصل. الهلال لازم يمر بنقطة الأصل، تمام؟ الهلال مالتي وين يمر؟ بنقطة الأصل. شلون نحفظ؟ يابا اكو شغل داخل القطع ببطن القطع وشغل بخارج القطع. الشغل اللي ببطن القطع، ببطن القطع نطلع من يمه بؤرة، والشغل اللي بظهر القطع نطلع من يمه دليل. الشغل اللي ببطن القطع نطلع من يمه بؤرة، واللي بظهر القطع نطلع من يمه دليل. تمام؟ تمام. يلا تعال. دائما اللي ببطن القطع تعطيني بؤرة، واللي بظهر القطع تعطيني شنو؟ تعطيني دليل. تعال. احنا هنا راح نخلي هنا نقطة ببطن القطع، ونقطة بنفس المسافة هي وين؟ هي خارج أو بظهر القطع، نفس المسافة. تعال يمي. النقطة لازم تكون ببطن القطع وعلى المحور. شوف من الساعة ايش كانت؟ كانت على اليمين. كانت النقطة هنا بالبطن مال القطع، بس أهم شيء على المحور. ما تصير هنا لو هنا، على المحور. نفس الحالة هنا النقطة وين؟ ببطن القطع بس لازم على المحور. انت هنا المحور مالتك من هو؟ واي موجب، هنا واي سالب. زين. زين. حبيبي انتبه علي، احنا قلنا من البطن مال القطع نطلع شيء اسمه بؤرة. زين. اذا هنا طلاب راح نطلع شيء اسمها بؤرة. هنا هاي راح نطلع من يمها بؤرة. الاف اللي هو البؤرة، الاف اللي هي بؤرة، الاف اللي هي البؤرة منين مكونة؟ مكونة من شغلتين، من اكس وواي. زين انتبه علي، اذا كانت النقطة على الواي الاكس مالتها صفر. اذا كانت النقطة اذا كانت النقطة على الواي، اذا كانت النقطة على الواي الاكس مالتها ايش قد؟ صفر. فانت خلي ببالك هنا الاكس مالتك ايش قد؟ صفر. زين. الواي ايش قد؟ الواي ايش قد؟ الواي ما تعرف ايش قد، هاي من نقطة الاصل اللي هنا ما تعرف ايش قد. فايش سموه؟ سموه بي. والبي موجب ليش؟ لان انت عندك الواي موجبة. زين. اما هنا طلاب، فهنا طلعت انا البؤرة. شوف البؤرة من قبل باليمين كانت بي وصفر، باليسار صارت سالب بي بصفر. شوف هنا صارت صفر بي. شوف صار الاكس هو الصفر، لان احنا بدنا نشتغل على الواي، النقطة على الواي. ما دام النقطة على الواي اذا الاكس راح يصير يحمل صفة الصفر. تمام؟ تمام. زين. احنا قلنا هاي المسافة من هنا سميناها بي، سميناها بي، فصارت صفر وشنو؟ صفر وبي. زين. هاي المسافة من هنا لهنا هي هم نفس المسافة من هنا لهنا. هاي المسافة من هنا لهنا سميناها بي، هاي المسافة من هنا لهنا هم نسميها بي، بس شنو نوع البي؟ سالبة. زين. هذا شنو هذا؟ دائما احنا قلنا بالظهر هو شنو هو الدليل. فالدليل مالتك راح يكون هيك، يمر بهاي النقطة. كم الساعة قبل الدليل كان هيك. شوف، اذا القطع يمنى الدليل يسرى، اذا القطع اعلى الدليل وين؟ اسفل. شوف الدليل، هذا الدليل. زين. هذا الدليل. زين. الدليل ايش راح اخذ من يمه؟ ايش راح اطلع من يمه؟ ايش راح اسوي به؟ هذا الدليل. الدليل وين مار؟ بيمن؟ بالواي لو بالاكس؟ لا استاذ بالواي. اذا نقول له واي تساوي شو تساوي للواي؟ سالب بي. هاي شو نسميها؟ هاي نسميها معادلة الدليل. شوف معادلة الدليل ايش بقالي؟ طلعت البؤرة، طلعت معادلة الدليل. اشرح بسرعة لان احنا اخذناه يعني نفس الشغل. طلعت البؤرة، طلعت معادلة الدليل. هسه معادلة القطع المكافئ على العفو، معادلة القطع المكافئ المن الرئيسية. معادلة القطع المكافئ شنو؟ الرئيسية. شوف معادلة القطع المكافئ، شوف كانت باليمين واي تربيع تساوي 4 بي اكس، باليسار واي تربيع تساوي سالب 4 بي اكس. هنا انتبه، هذه هنا الدليل مالتي الواي، فالواي اريد ابقيه هنا، فراح ابدي بالاكس تربيع. تفتهمني لو لا؟ اذا كان الدليل مالتك واي ابدي لي بالاكس تربيع، اما اذا كان الدليل مالتك اكس ابدي لي بالواي تربيع. شو وقت يكون الدليل مالتك اكس؟ باليسرى وباليمنى.
اما بالاعلى وبالاسفل الدليل مالتك هو الواي، فتبقي الواي وتبدي له بالاكس تربيع. اما هناك تبدي له بالواي تربيع. تفتهمني شلون بالمعادلات الرئيسيه؟ فاكس تربيع تساوي 4 بي واي. هاي لازم تحفظها انت، بس انت عرفت شلون تحفظها، يعني هي فهم، يعني ما يراد لها شيء. هسه هاي الحاله اللي اعلى، بقت لي الحاله الاخيره اللي هي وين؟ اللي هي الحاله الاخيره اللي هي وين؟ اللي هي للاسفل. اللي هي وين؟ للاسفل. هنا القطع مالتي وين راح يكون؟ القطع مالتي راح يكون للاسفل. ايضا قطع للاسفل، قطع للاسفل، القطع شو يكون؟ للاسفل. والقطع اهم شيء مار وين؟ مار بنقطة الأصل، مار بنقطة الأصل. زين، راح احصل على معلومتين، معلومة داخل ببطن القطع ومعلومة بظهر القطع. المعلومة اللي ببطن القطع دائما تنطيني بؤرة، والمعلومة اللي بظهر القطع تنطيني شنو؟ تنطيني دليل. يلا خلي لي نقطتين، نقطة بالبطن ونقطة بالظهر. هاي هنا بس على المحور، اريدها على المحور، ونفس المسافة هنا على المحور. تعال اشتغل لي بالبطن مال القطع المكافئ، بالداخل مال القطع المكافئ. تعال يمي. هاي النقطة اللي بالداخل مال القطع المكافئ نسميها اف، اللي هي البؤرة، نسميها البؤرة. زين، البؤرة هنا من مكونة؟ مكونة من اكس ومكونة من واي. النقطة وين صايرة؟ على محور واي. النقطة صايرة على محور واي، اذا الاكس صفر. زين، ايش قد الواي؟ الواي ما تعرف ايش قد ماشية، ما تعرف ايش قد ماشية، هذا الواي ما تعرف ايش قد ماشية. فشو نسميه هذا؟ نسميه سالب بي. ليش سميته سالب بي؟ ليش سميته سالب بي؟ لان هذا واي سالب. اوكي، هذا الواي الموجب، تمام؟ سميته سالب بي. اذا كانت البي باتجاه السالب نسميها سالب بي، اذا كانت باتجاه الموجب نسميها موجب بي. زين، فهنا البؤره مالته صفر بسالب بي. زين، هاي البؤره. زين، هسه نجي هنا شنو؟ هنا اكو دليل، فالدليل دائما يمر وين؟ يمر بالنقطه هاي. زين، المسافه من هنا لهنا ايش قد؟ المسافه من هنا لهنا هي بقد المسافه من هنا لهنا، بما انه سميت هاي المسافه من هنا سالب بي، اذا هاي المسافه من هنا لهنا بي بالعكس، يعني هنا موجب بي، هنا سالب بي هنا موجب بي، تمام؟ يعني هنا على الموجب، هنا البي على السالب. هي نفس هاي المسافه، هاي بي وهاي بي، بس هاي البي موجبه هاي البي سالبه. هنا بالعكس، هاي البي موجبه اللي بالبطن، هنا بالخارج بالظهر هي سالب بي. زين، هاي البي. زين، هنا ايش راح نطلع؟ راح نطلع شيء اسمه معادلة الدليل. معادلة الدليل. معادلة الدليل هو شنو؟ واي. واي تساوي، واي تساوي ايش قد؟ واي تساوي ايش قد؟ واي تساوي ايش قد؟ تساوي بي. شوف هنا الواي ايش قد ساوت لك؟ هنا الواي ساوت لك سالب بي، اما هنا الدليل ايش قد عندك؟ بي، فتقول له واي تساوي بي. هذا هو شنو؟ هاي هي معادلة الدليل. معادلة الدليل واي تساوي بي. شو بقى لي؟ بقى لي معادلة القطع المكافئ الرئيسية. معادلة القطع المكافئ الرئيسية اكس تربيع تساوي سالب 4 بي واي. نفسها بالضبط. شوف مال اليمنى نفس مال اليسرى بس بيها سالب، ومال الأعلى نفس مال الأسفل بس بيها شنو؟ بس بيها سالب. مال الأسفل بيها سالب ومال اليسار بيها سالب، تمام؟ هاي أريدك تطق لي لها صورة حتى تبقى يمك، لا تفيدك. زين، هسه نجي إلى حالة القطع. طلاب، هذا المخطط، هذا المخطط راح يفيدك هواية. راح ناخذ حالة القطع. القطع بيش كم حالة؟ بي 4 حالات، مرة يمين، طبعا هاي حالات القطع المكافئ، مرة يسار، مرة أعلى، مرة أسفل. اللي أخذته بالساعة بالرسم راح أجي هنا بس أكتب لك إياه، يعني ملخص مفيد لك. البؤرة، البؤرة باليمين، البؤرة باليمين اف هي شنو؟ هي بي وصفر. البؤرة باليسار الاف هي صفر وبي، العفو، سالب بي بصفر. شوف نفسها اليمين واليسار نفسها، بس اكو شنو؟ سالب على البي. زين،
البؤرة مال الأعلى صفر وبي، أما البؤرة مال الأسفل نفسها همين صفر وبي، بس أخلي هنا سالب. شوف الأعلى والأسفل مشابه، اليمين واليسار مشابه، بس اكو موجب سالب موجب سالب. تمام تمام. زين، معادلة الدليل راح اخذ معادلة الدليل لليمين ولليسار وللأعلى والأسفل. بما انه يمين ويسار اذا معادلة الدليل اكس تساوي اكس تساوي. بما انه اعلى واسفل اعلى واسفل، انتبه علي، بما انه اعلى واسفل اعلى واسفل يعني واي تساوي واي تساوي. اذا يمين يسار معادله الدليل اكس تساوي اكس تساوي. اذا اعلى اسفل معادله الدليل واي تساوي واي تساوي. زين، الاكس شو تساوي؟ تساوي لك بي اليمين، اليسار سالب بي، الاعلى بي، الاسفل سالب بي. تمام تمام، يعني كله بي 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 بي، لليسار اخلي سالب وللاسفل اخلي شنو؟ اخلي سالب. بقت لي معادله القطع. هنا انت الدليل شنو؟ مو عندك اكس، ابديها بواي تربيع. هنا الدليل شنو عندك؟ اكس، ابديها بواي تربيع. هنا الدليل عندك شنو؟ واي، ابديها باكس تربيع. هنا الدليل شنو عندك؟ واي، ابديها باكس تربيع. زين، هنا 4 بي واي، شوف اليمنى يشبه اليسرى بالضبط، وهنا اليسار 4 بي واي، بس شو اخلي له؟ اخلي له سالب. هنا شوف تبديله واي تربيع، العفو هنا بس ثواني، يلا هنا 4 بي اكس، هنا سالب 4 بي اكس. شوف انت تبدي بواي تربيع تعطي اكس، الدليل اكس. هنا اكس تربيع 4 بي واي، هنا سالب 4 بي واي. شوف الاعلى يشبه الاسفل بس الاشارات مختلفه، واليمين يشبه اليسار بس الاشارات شنو؟ الاشارات مختلفه. هذا مخطط يوضح لك حالات القطع يمين يسار اعلى اسفل، يمثل لك البؤره على اليمين واليسار والاسفل والاعلى، ومعادله الدليل، وايضا معادله القطع المكافئ القياسيه. زين، هسه طلاب راح نبدي ان شاء الله باول نوع من الاسئله. باول نوع من الاسئله. شنو هذا النوع مال الاسئله؟ شلون راح احنا نحل معادلات القطع المكافئ؟ طبعا طلاب خل اعطيكم شغله نصيحه يعني اخويه. قبل لا تبدي بحل الاسئله اريد هذا الجدول حافظ لي اياه. احفظ لي اياه مثل اسمك، ما بيها مجال تدرخ لي اياه درخ، لان انت ما راح تقدر تحل اي سؤال على القطع المكافئ اذا ما حافظ هذا الجدول. تحفظ لي اياه مثل اسمك، هو ما بيه شيء يعني، ترى سهل هسه شرحت لك اياه. فهذا انت شو تسوي؟ توقف المحاضره وتبدي شو تسوي؟ تبدي هذا تحفظ لي اياه وتكتب لي اياه. يلا تبدي وين؟ تبدي لي بالاسئله. يعني انا ما انصح طالب يبدي بالاسئله وهو ما حافظ حالات القطع ومعادله الدليل والبؤره والمعادله مال القطع المكافئه القياسيه. يلا طلاب، الحاله الاولى من الاسئله اذا طلبوا البؤره والدليل. استاذ شنو بؤره شنو دليل؟ انا راح افهمك بس انطيني مجال. او اذا طلب البؤره والدليل، اذا طلب البؤره والدليل، يعني الحاله الاولى من الاسئله هو شو يقول لك بالاسئله؟ يقول لك جد البؤره. استاذ شنو البؤره؟ البؤره صار لنا ساعه نحكي بيها يا معود. جد البؤره وجد الدليل، يعني هو يريد من يمك البؤره ويريد من يمك شنو؟ يريد من يمك الدليل. زين، اذا راد من يمك البؤره وراد من يمك الدليل ايش راح تسوي؟ خطوات، عندك خطوتين بس انتبه. هنا هو راح يقول لك اريد البؤره او الدليل. اريد البؤره لو الدليل. اذا قال لك اريد البؤره لو الدليل تشتغل لي هاي الخطوات. شنو الاجراء مالتنا؟ يقول لك اول شيء نحدد حاله القطع. شنو نحدد حاله القطع؟ يعني نشوف القطع يمين يسار اعلى اسفل. يعني اذا قال لك جد البؤره والدليل، اذا قال لك بالسؤال جد البؤره والدليل، اول خطوه تسويها قبل لا تبدا تحل حدد لي حاله القطع، هل هي يمين؟ هل هي يسار؟ هل هي اعلى؟ هل هي اسفل؟ زين استاذ شلون اعرفها؟ حبيبي شلون تعرفها؟ لازم انت حافظ هذا الجدول.
اذا ما حافظ هذا الجدول طبعا ما راح تعرف، فلازم هذا الجدول تحفظه، ما بيها مجال، ما تقدر تحل اي سؤال اذا ما هذا الجدول تحفظه. زين، فقلنا اذا طلب البؤره وطلبوا الدليل، اول شغله نحدد حاله القطع، هل هو القطع اعلى؟ هل هو القطع اسفل؟ هل هو القطع يمين؟ هل هو القطع يسار؟ شلون تعرفه؟ انت المفروض حافظ المعادلات مال القطع القياسيه، وانا راح اجي اساعدك واعلمك شلون تعرف. زين، بس انت اهم شيء تكون حافظها. زين، الشغله الاولى يا استاذ نعرف انه نحدد حاله القطع. الشغله الثانيه نعمل بالمقارنه مع المعادله القياسيه للقطع المكافئ. استاذ كل شيء ما افتهمنا، شنو نعمل مقارنه مع المعادله القياسيه للقطع المكافئ؟ هسه راح اعلمك، راح ابدي احل اول سؤال، انتبهوا وياي، انتبهوا وياي. جد البؤره والدليل، شوف ايش قال لك، قال لك اريد البؤره والدليل لمعادله القطع المكافئ، وهو منطيك معادله قطع مكافئ، هاي هو ينطيك اياها. استاذ لازم يعطيك طبعا، ما دام ما هو انت ايش عندك؟ انت عندك ثلاث شغلات حبيبي، انت عندك ثلاث شغلات: بؤره ودليل ومعادله قطع قياسيه، معادله القطع القياسيه. فاذا اراد البؤره والدليل لازم ينطيك معادله القطع، اذا اراد البؤره والدليل لازم ايش ينطيك؟ لازم ينطيك هاي، ما يصير ثلاثه المجهولات، يعني شلون تطلع؟ تمام؟ فاذا البؤره والدليل ما موجودات لازم ينطيك معادله القطع القياسيه، هاي هو يعطيك اياها، لا تخاف. اذا شنو؟ اذا اراد البؤره والدليل. حلو حلو. زين، هو رايد البؤره والدليل لمعادله القطع المكافئ، منطيك هاي المعادله مال القطع المكافئ. استاذ شلون عرفت هاي معادله قطع مكافئ؟ مبينه واي تربيع تساوي سالب 8 اكس، هاي مال القطع المكافئ، لان هاي معادلته لو تبدي لو تكون مبدوءه بالواي تربيع، لو تكون مبدوءه بالاكس تربيع. اذا مبدوءه بالواي تربيع وموجبه يمين، اذا مبدوءه بالواي تربيع وسالبه يسار، اذا مبدوءه بالواي تربيع وموجبه يمين، اذا مبدوءه بالواي تربيع وسالبه يسار، اذا موجوده مبدوءه بالاكس تربيع وموجبه اعلى، اذا مبدوءه بالاكس تربيع وسالبه اسفل، اذا مبدوءه بالاكس تربيع وموجبه اعلى، اذا مبدوءه بالاكس تربيع وسالبه اسفل. هاي بالنسبه للمعادله القياسيه للقطع المكافئ، هاي المعادله مال القطع المكافئ، هاي مال الدليل، هاي مال البؤره، هاي معادله القطع المكافئ. تمام تمام. اذا هو رايد البؤره ورايد الدليل مليون بالمية، هاي شنو؟ هاي معادله قطع مكافئ. تعال يمي، ايش راد من يمي؟ بؤره، راد من يمي دليل، راد من يمي بؤره دليل. اذا طلب من يمك البؤره لو الدليل شو نسوي؟ استاذ اول شغله خلينا نحدد حاله القطع، نعرف القطع مالتنا يمنى يسرى اعلى اسفل. تعال نجي وين؟ على المعادله مال القطع اللي هو منطقي، هاي معادله القطع، فما دليل لو بؤره لا، هاي معادله قطع عرفناها، ما دام مبدوءه بواي تربيع يعني معادله قطع مكافئ. زين، معادله قطع مكافئ مبدوءه بالواي تربيع او سالبه، بشرفك بس باوع لي، معادله قطع مكافئ مبدوءه بالواي تربيع او سالبه، مبدوءه بالواي تربيع او سالبه، مبدوءه بالواي تربيع او سالبه. اذا مبدوءه بالواي تربيع او سالبه، وين واي تربيع او سالبه؟ هاي مبدوءه بالواي تربيع او سالبه، اذا هذا يسار. اذا القطع مالتك شنو حبيبي؟ يسار. اذا القطع مالتك شنو؟ يسار، يعني انت راح تشتغل يسار، انت راح تشتغل يسار، بعد ما تشتغل يمنى ولا اسفل ولا اعلى، راح تشتغل يسار، لان معادلتك واي تربيع وسالبه، اذا شنو هو؟ يسار. وشنو هي معادلتك؟ واي تربيع تساوي سالب 4 بي اكس. هاي المعادله واي تربيع وسالب، واي تربيع وسالب تشبه هاي المعادله، تشبه هاي المعادله واي تربيع وسالب، ما تشبه اي واحده بس هاي تشبه. تمام تمام كل الزين. هسه احنا حددنا حاله القطع، القطع شنو حبيبي؟ استاذ القطع يسار، عرفناه. زين، حددنا القطع استاذ، هسه نسوي بالمقارنه، يعني راح شو نسوي؟ نقارن. انت من تريد تقارن دفتر تقارنه ويا من؟ ويا دفتر. من تريد تقارن قلم ويا من؟ تقارنه ويا قلم. من تريد تقارن معادله مال قطع مكافئ ويا من؟ تقارنها ويا معادله مال قطع مكافئ اكيد. زين زين، اذا هنا راح نعمل بالمقارنه مع المعادله القياسيه للقطع المكافئ. شلون نسوي بالمقارنه؟ انت هاي معادلتك مال القطع شنو هو؟ يسار. شلون عرفت؟ لان مبدوءه بواي تربيع وسالب،
جيب لي اياها، هي معادله القطع، هاي معادله القطع تجيب لي اياها وقارن لي اياها ويا ذيك المعادله، هاي المعادله راح تجيب لي اياها وتقارن لي اياها. جيبها، راح تقول لي استاذ المعادله مالتي هي واي تربيع تساوي سالب 4 بي اكس. سويت بالمقارنه، شوف انتبه، هاي جبتها المعادله من هناك، شو راح اسوي؟ راح اسوي بالمقارنه. شنو بالمقارنه؟ يعني نحذف الواي تربيع يروح ويا الواي تربيع، شوف ايش قد حلوه، والاكس تروح ويا الاكس، والسالب يروح ويا السالب. ايش بقت لك؟ بقت لك 4 بي. ايش قد تساوي؟ هاي الأربعة بي تساوي لي اياها ويا المقدار اللي فوق، لازم تخليه يساوي 4 بي. شو تساوي؟ تساوي 8. تعال البي قسم لي هنا التقسيم 4، لان البي عندك بي 4 تقسيم 4، البي تساوي 2. زين استاذ ليش طلعنا البي؟ انا صدق ما احتاج البي، بس انا ايش احتاج؟ احتاج البؤره واحتاج الدليل. يلا تعال هسه انا ايش طلعت؟ طلعت البي. ليش طلعت البي؟ لان انا ما اقدر اطلع البؤره وما اقدر اطلع الدليل اذا ما عندي البي. تعال انت شو تريد؟ تريد البؤره والدليل. طلع البؤره والدليل، بس انتبه. تعال انت شو تحل؟ تحل يسار. تحل شنو هو؟ تحل يسار. تعال لي على اليسار، انت تريد البؤره. البؤره مال اليسار شنو هو؟ سالب بي وصفر. البؤره مال اليسار، احنا نشتغل يسار، اريد البؤره مال اليسار واريد الدليل مالت من؟ مال اليسار. البؤره مال اليسار هي سالب بي وصفر. البي طلعناها لو طلعناها. اذا البؤره انت شنو عندك؟ البؤره اف هي سالب بي بصفر. تعال نزل لي الاف، ايش قد السالب؟ ينزل، والبي ايش قد 2؟ يصير سالب 2 بصفر. شوف فائده البي شلون طلعتها حتى اعوض بمكان البي، لان انا اريد البؤره، والبؤره بيها شنو؟ بيها بي. انا ما اقدر احل البؤره اذا ما اطلع بي، فلا شلون اطلع البي؟ اطلع البي بالمقارنه. لذلك خلينا من خطوات الحل هي المقارنه مع المعادله القياسيه. تمام؟ تمام. اذا الاف ايش طلعت لي؟ الاف طلعت لي سالب بي وصفر. هاي الاف. كملنا الاف. هسه وراها شنو؟ وراها يريد من يمي الدليل. طلعنا البؤره، البؤره خلصت. هسه شو يريد من يمي؟ يريد من يمي. استاذ عمر جاي تخلي الزاهر راح توقعني طبعا. ها؟ زين. فهنا شنو هو؟ الاف سالب 2 بصفر. خلصت. سالب 2 وشنو؟ سالب 2 وصفر. هسه شنو؟ اريد الدليل. وين الدليل؟ الدليل هذا الدليل. الدليل مال اليسار اكس يساوي سالب بي. هذا الدليل مال اليسار، اكتبه. اكس تساوي سالب بي. اكس تساوي السالب ينزل. شوف فائده البي. ليش طلعنا استاذ البي؟ لان انا ما اقدر اطلع الدليل ولا اقدر اطلع البؤره اذا انا ما عندي شنو؟ ما عندي البي. سالب والاثنين ايش بيها؟ تنزل، تصير سالب 2. هاي شو اسميها؟ هاي اسميها معادله دليل، وهاي اسميها شنو؟ البؤره. انا ايش طلعت؟ طلعت البؤره وطلعت الدليل. فهي عباره عن خطوات. اذا اراد من يمك البؤره وراد من يمك الدليل، بالبدايه تعمل لي بالبدايه تشوف لي حاله القطع هل هو يمين يسار على اسفل، بعدين تعمل لي بالمقارنه مع المعادله القياسيه. تطلع لي البي، وراها تكتب البؤره، اذا كانت على اليسار تكتب قانونها، واذا كانت على اليمين تكتب قانونها، ونفس الحاله تكتب الدليل وتمشي. بس انت ما تقدر تطلع البؤره ولا تقدر تطلع الدليل اذا ما عندك بي، لان اثنيناتهم بيهم بي، فانت لازم بالبدايه تطلع البي حتى تجي تعوضهم. زين البي منين نطلعها؟ نطلعها بالمقارنه مثل ما علمتك تو. هذا المثال اللي هو جدء البؤره والدليل لمعادله القطع المكافئ. نفس الوضع احنا بعدنا بالنوع الاول من الاسئله، هو راح يطلب مني من البؤره ويطلب مني من الدليل. قلنا اذا راد مني من البؤره لو راد مني من الدليل، اول شغله نحدد حاله القطع، هل هي يمين، هل هي يسار، هل هي اعلى، هل هي اسفل. زين شوف لي، تعال باوع لي. عندك اكس تربيع وعندك موجب. اكس تربيع وموجب، اكس تربيع واشاره موجبه، اكس تربيع واشاره شنو؟ واشاره موجبه. اكس تربيع واشاره موجبه. وين الاكس تربيع؟ هاي اكس تربيع بس اشاره سالبه. لا، هاي الاكس تربيع واشاره موجبه. اذا هذا هنا الشغل مالتي. زين هذا شنو هذا؟ هذه الحاله مالتك اعلى. تمام؟ اذا الحاله مالتك شنو هو؟ اعلى. فاول شغله طلاب نحدد حاله القطع. حددت حاله القطع انه هي شنو هو؟ انه هي اعلى. هاي خطوات الحل من يطلب من يمك البؤره ويطلب من يمك الدليل. اول شيء حددت حاله القطع. منين حددت حاله القطع؟ انه انا حافظ معادلات القطع المكافئه الرئيسيه وعلى اساسها شفتها. زين الشغله الثانيه نقارنها ويا المعادله. هاي المعادله اللي خليت عليها صح، شوفها. هاي المعادله جيبها وتخلي لي اياها جوها حتى تقارن لي. تمام؟ حتى شو تطلع؟ حتى تطلع البي. انت ما تقدر تطلع البؤره
وما تقدر تطلع الدليل اذا ما ماخذ البي. زين، فتجيب المعادله مالتي اللي هي اكس تربيع تساوي 4 بي واي. نسوي شنو بالمقارنه؟ يعني اول شغله حددنا حاله القطع، الشغله الثانيه نعمل بالمقارنه. المقارنه يعني شنو؟ يعني نحذف ونطلع بي. المقارنه يعني نحذف ونطلع بي. ايش نحذف؟ نحذف المشابه، الاكس تربيع تروح ويا الاكس تربيع، الواي تروح ويا الواي. يلا ايش بقى لك؟ بقى لك 4 بي شو تساوي لك؟ تساوي لك 4. على ايش قد نقسم؟ نقسم على 4. انت عندك المعامل 4 بي تساوي 1. اذا البي طلعت لك ايش قد طلاب؟ البي طلعت لك 1. زين استاذ انا ما احتاج البي، ليش طلعت البي؟ انت صحيح انا ما قايل لك تعال طلع البي، بس انت تريد بؤره وتريد دليل، والبؤره والدليل، البؤره والدليل ما تقدر تطلعهم اذا ما عندك البي. شوف الدليل معتمد على البي، وشوف البؤره معتمده على البي، فانت ما يصير تطلع الدليل وما يصير تطلع البؤره اذا انت ما عندك شنو؟ اذا انت ما عندك البي. زين، هسه انا كملت تقريبا. ايش اسوي هسه؟ اجي اطلع البؤره، اجي اطلع البؤره. زين، اول شغله نكتب القانون مال البؤره. احنا شنو عندي؟ انا اعلى. زين تعال لي، القانون مال الاعلى وين؟ هذا الاعلى ايش قد البؤره مالته؟ البؤره مالته صفر وبي، البؤره مالته صفر وبي. اذا البؤره مالتي اف هي صفر فارزه بي. الاف ينزل اللي هو البؤره، الصفر تنزل لي اياه، البي ايش قد طلعت لك؟ 1 تكتب لي 1، طلعت لك 2 تكتب لي 2، وهكذا. هذا شنو؟ هذا طلعته هسه، طلعت البؤره. زين، بعد شنو عندك؟ معادله الدليل. انت ما دام عندك القطع اعلى فشغلك كله اعلى، البؤره تجيبها من الاعلى، الدليل تجيبها من الاعلى. زين، معادله الدليل ايش قد عندك؟ معادله الدليل مال الاعلى هو واي يساوي بي، فتقول له واي تساوي شنو؟ واي تساوي بي. انتهى الموضوع عندك. يلا الواي تنزل، البي ايش قد عندك؟ البي عندك 1، قلنا الواي تساوي 1. هذا شنو؟ هاي معادله الدليل. هاي لحد هسه اسئله مباشره، لحد هسه اسئله مباشره. زين، نجي على هذا السؤال، انتبه عليه. جد البؤره والدليل، يريد من يمي شنو؟ يريد من يمي البؤره ويريد من يمي الدليل، ومنطيني معادله القطع. احنا ايش قلنا؟ قلنا اذا اراد من يمي البؤره واذا اراد من يمي الدليل مباشره احدد حاله القطع. بس انا هسه ما اقدر احدد حاله القطع، تدري ليش؟ ليش؟ لان المعادله مالتك ما مترتبه. المعادله مالتك مال القطع ما مترتبه. ليش؟ لان احنا اتفقنا انه معادله القطع بدايتها واي تربيع او بدايتها اكس تربيع. شوف حتى المعامل مال الواي تربيع لازم يكون 1، والمعامل مال اكس تربيع يكون يساوي اكس تربيع تساوي واي تربيع تساوي. لازم المعادله مال القطع تكون مبدوءه بواي تربيع او مبدوءه باكس تربيع. هاي صح معادله قطع بس ما مترتبه. احنا شو نريد؟ احنا نريد دائما نريد بالبدايه لو واي تربيع لو بالبدايه اكس تربيع. شلون هسه هذني الامثله؟ ذني الامثله هسه اللي اخذناهم، شوف مباشره هو منطيك واي تربيع تساوي، منطيك اكس تربيع تساوي، منطيك معادله القطع جاهزه، فانت قبل تقدر تحدد حاله القطع. اما هنا طلاب باور، شوف انت معادله القطع لازم تكون مبدوءه بواي تربيع تساوي واي تربيع تساوي او اكس تربيع تساوي او اكس تربيع تساوي، ولازم المعامل مال الواي تربيع والاكس تربيع لازم يكون 1. فانت اول شغله هنا بهذا المثال هو نفس الشغل، نفس الشيء، هم رايد من يمي بؤره ودليل، بس شنو الاختلاف؟ الاختلاف اللي عندك انه معادله القطع ما مترتبه. فانت اول شغله قبل كانت هي مترتبه، اول شغله ترتب لي اياها. زين، ترتب لي اياها يعني شلون ارتبها؟ يعني لازم بالبدايه اكس تربيع تساوي لو واي تربيع تساوي. زين، نكتب اكس تربيع لو واي تربيع. هاي مو كيف نشوف احنا شنو موجود؟ ما عندك واي تربيع، انت دائما تحافظ لي على الواي تربيع يكون يبقى موجب، فال 16 واي تربيع راح تبقى بمكانها. 16 واي تربيع تبقى. هسه يجي طالب يقول يصير ننقل 16، لا حبيبي هاي 16 معامل الواي تربيع بيناتهم ضرب تبقى وياها ما عليك بيها، وتنقل لي الاثنين اكس ويساوي 2 اكس. هي موجبه، من ننقلها شو تصير؟ تصير سالبه، فتصير سالب 2 اكس. ايش سويت؟ ال 16 واي تربيع بقيتها بمكانها لان هي موجبه وبقيتها موجبه، انا دائما اريد الواي تربيع موجبه، والاثنين اكس نقلتها. زين، هسه انا لحد هسه الترتيب مالتي كمل لو بعده؟
استاذ عمر الترتيب كامل لو بعده استاذ عمر صافي ما ادري نايم تعبان. كمل الترتيب لو بعده بعد. ليش؟ لان انا ما اريد بصف الواي تربيع رقم، انا اريد الواي تربيع بصفها واحد، فلازم شو اسوي؟ لازم اتخلص من هذا الرقم اللي بصف الواي تربيع. يجي الطالب يقول لي خلينا انقل ال 16. حبيبي 16 ما يصير تنقلها، اذا عندك موجب لو سالب تنقل ال 16. بس هنا 16 هي معامل الواي تربيع. اساس شنو معامل؟ يعني هاي الواي تربيع مضروب بها رقم، هذا الرقم المضروب بالواي تربيع المضروب بالمتغير اسميه معامل. زين هذا المعامل شلون اتخلص من يمه؟ هذا المعامل تتخلص من يمه تقسم عليه. اوكي، تقسم عليه. هاي انت تعرفها من الخامس اعدادي، من الرابع، من الثالث متوسط اصلا عندك. فتقسم لي على 16، فتقول لي تقسيم 16. 16 على 16 تبقى بس واي تربيع، ويساوي سالب 2 اكس اقسمها على اليمن على 16. الواي تربيع تنزل، سالب 2 على 16 هاي بيها 1 وهاي بيها 8، تصير سالب 1 على 8 اكس. هاي شنو هاي يا طلاب؟ سالب 1 على 8 اكس، هاي هي معادلة القطع. هسه انا شوف قبل ايش كان يجيب لي بالاسئله قبل هالاسئله الاثنين؟ كان ينطيني معادلة القطع جاهزة، كان ينطيني معادلة القطع جاهزة، انا قبل اجي احدد نوع القطع هل هو اعلى او يمين او يسار او اسفل. اما هنا لا، معادله القطع ما مرتبه، رتبتها يلا حصلت على معادله القطع. زين انا شلون اعرف انه انا محصل على معادله قطع؟ من يصير عندك واي تربيع او اكس تربيع وبصف الواي تربيع معامل واحد، ماكو كل شيء. يعني انت هنا خلصت، انت هنا عاشت ايدك. اهم شيء لو واي تربيع تساوي لو اكس تربيع تساوي. هسه انت سويتها هيك، اي اوكي. يلا هسه حدد لي اياه، هذا يمين لو يسار، لو اعلى لو اسفل. ما دام واي تربيع، ما دام واي تربيع اذا هذا لو يمين لو يسار. اوكي، فهذا شنو؟ هذا يسار. هذا شنو؟ هذا يسار. شلون عرفت يسار؟ بي واي تربيع او سالب. تعال ارجع لي، واي تربيع او سالب، واي تربيع او سالب، هذا واي تربيع او سالب، هذا شنو؟ هذا يسار. تمام تمام، عاشت ايدك. يلا هسه حددت المعادله، هاي المعادله مالتي اللي هي ايش قد عندك؟ واي تربيع تساوي سالب 1 على 8 اكس. اجيب المعادله مالتي الرئيسيه اللي راح اجيبها من الجدول اللي انا حافظها حتى اقارن. واي تربيع تساوي سالب 4 بي اكس. راح نسوي بالمقارنه، راح نسوي شنو؟ نسوي بالمقارنه. شلون نسوي بالمقارنه؟ نحذف الواي تربيع ويا الواي تربيع، او نحذف الاكس ويا الاكس، والسالب ويا السالب. ايش بقت لك حبيبي؟ بقت لك 4 بي تساوي هذا المقدار، ساوي لي بهذا المقدار، بقت لك 4 بي تساوي 1 على 8. اوكي اوكي زين. هنا أنا شو نسوي؟ هنا أنا عندك 4، فهنا شو نسوي؟ راح نقسم على اليمن. هنا انت عندك 4 بي، احنا نريد البي، فراح تقسم لي على 4. بي تقسيم 4 بي تقسيم 4 تبقى بس بي. وهذا الواحد على 8 راح اقسمه على ايش قد؟ راح اقسمه على 4. زين، طريقة مختصرة، 4 في 8 بي تساوي 1 على 32. يجيني طالب يقول لي هاي ما افتهمتها. تعال استاذ شلون هاي سويتها؟ بي تساوي 1 على 8 تقسيم 4. انا اقول لك شلون. هي مو بي تساوي، زين احكي لي اياها. انت راح تقول لي 1 على 8 تقسيم، شوف تقسيم ايش قد؟ 4. الأربعة ايش قد؟ مقامها باعتبار واحد. احنا شنو عندنا قاعده تقول اذا عندي قسمه الكسور نقلب القسمه المن الى ضرب ونقلب هذا الكسر، فيصير 1 على اليمن على 4. من نضرب 1 في 1 1، 8 في 4 يصير ايش قد؟ 32. فصير البي عندك 1 على 32. زين انا هنا ايش كملت؟ انا هنا كملت البي، طلعت البي. انا ما اريد البي، انا اريد البؤره واريد الدليل. بس انا ما اقدر اطلع البؤره وما اقدر اطلع الدليل اذا ما عندي شنو؟ اذا ما عندي البي. هسه بس نجي نكتب البؤره ونجي نكتب الدليل. البؤره تكتب لي قانون البؤره وتكتب لي قانون الدليل. زين استاذ يا بؤره ويا دليل،
حبيبي تكتب لي قانون البؤره مالت اليسار، وتكتب لي قانون الدليل مال اليسار، وتجي بس تطبق. يلا البؤره مال اليسار، ليش يسار؟ مو احنا شغلنا قلنا هذا القطع مالتي يسار. يلا البؤره F تساوي سالب B بصفر، والدليل مالتي هو X يساوي سالب B. تعال البؤره F ايش قد البي؟ 1 على 32، وهنا سالب تقول له سالب 1 على 32، والصفر ينزل. شوف اهميه البي، انا ما اقدر اطلع البؤره اذا ما عندي البي، لان هي البؤره بيها بي، والدليل هم بي بي. اكس تساوي السالب ينزل، البي ايش قد؟ 1 على 32، 1 على 32. هاي معادله الدليل طلعتها، وهاي شنو هو؟ وهاي البؤره. هو ايش رايد من يمي؟ رايد من يمي البؤره، ورايد من يمي الدليل. الشغل سهل ونفس الشغل، بس عندك هنا المشكله انه هنا انا ايش سويت؟ وهذا كله يعتمد على الاساس مالتك، مال الثاني متوسط والثالث متوسط. هذا بس مجرد نقلت. ليش؟ حتى احصل على المعادله مالتي الرئيسيه تكون بالصيغه الصيغه الصحيحه، اللي تكون مبدوءه بواي تربيع او تكون مبدوءه باكس تربيع. بعد ما كملتها اشوف نوع القطع هل هو يسار او يمين. مرات هي تجيك مرتبه قبل تعرف نوع القطع، بعدين تقارنها تطلع لي البي وتكتب لي القانون مال البؤره ومال الدليل حسب حاله القطع، هل هو يمين لو يسار لو اعلى لو اسفل. ما بيها فد مشكله. زين احنا هذا السؤال كملناه، واللاب كله موجود عندك في الملزمه، يعني ماكو داعي تكتب. الملزمه منزل لك اياها على قناتي بالتليجرام. زين هسه طلاب عندي شنو؟ عندي هذا السؤال، هذا نمسحه. اوكي زين طلاب، جدء البؤره والدليل لمعادله القطع المكافئ. استاذ عمر مرتبه لو ما مرتبه؟ لا كانها مرتبه. شلون؟ الواي تربيع بجهه والاكس وين؟ والاكس بجهه. بس عندي مشكله اللي هي شنو؟ قل لي اياها. ما جاي اسمع. زين شنو عندي؟ المعامل. انا المعامل شوف انا شو اريدها؟ انا اريدها واي تربيع تساوي، هي صح جايتني واي تربيع تساوي، بس اكو بصف الواي تربيع شنو هو؟ 1 على 2. زين انا عندي واي 1 على 2 واي تربيع، هذا كسر. شلون اتخلص من يمه؟ شلون اتخلص من الكسر؟ شوف الكسر اذا كان عندك يا اما تقسم عليه وصعبه، او تضرب بالمقلوب مالته. اذا عندك المعامل كسر، شوف اذا عندك مثلا 4 واي تربيع، 4 واي تربيع هاي ايش قد؟ هاي مو 4 قسم على 4. اذا عندك 5 قسم على 5 كمعامل. بس اذا عندك المعامل كسر شو نسوي؟ نضرب في مقلوبه حتى نتخلص من يمه. يعني هو مو 1 على 2، انت شلون تتخلص من يمه؟ اضرب لي في 2 على 1 حتى الاثنين ويا الاثنين تروح، والواحد ويا الواحد يروح، حتى تبقى بس شنو؟ بس واي تربيع. فدائما من المعامل عندك كسر، سجلها يمك، من المعامل عندك كسر، اذا المعامل كسر نضرب في شنو؟ نضرب في مقلوبه، نضرب بالمقلوب مالته حتى شنو؟ حتى نتخلص من اليمه. يعني مثلا شنو عندك؟ عندك مثلا 3 على 2، انت تضرب لي بش قد؟ في 2 على 3 حتى شنو؟ حتى يروح، حتى تتخلص من اليمه. انت ليش جاي تضرب؟ حتى تتخلص من المعامل. تمام؟ تمام كل زين. زين هنا شنو؟ هنا أنا عندي هنا أنا عندي هنا أنا عندي 1 على 2. فتقول لي أستاذ هنا نضرب المعادلة كلها في 2 على 1. نضرب المعادلة في شنو؟ في 2 على 1. ليش ضربت في 2 على 1؟ حتى شنو؟ حتى أتخلص من الواحد على 2، لأن أنا أريدها واي تربيع تساوي أو أكس تربيع تساوي. زين الاثنين ويا الاثنين ايش بيها تروح؟ ايش قد بقت لي؟ بقت لي بس واي تربيع تساوي هاي الثمانية باعتبار مقامها واحد، واحد في واحد واحد، 8 في 2 16، تصير 16 اكس على واحد، واحد بالمقام والكتبة. فباوع ايش قد صارت عندك المعادلة؟ المعادلة صارت عندك المعادلة صارت عندك واي تربيع تساوي 16 اكس. استاذ عمر جاهزة لو ما جاهزة؟ هاي جاهزة. هسه شو اقدر شو اسوي؟ اقدر اشوفها هل هي يمين او يسار، لو اعلى لو اسفل. هاي شنو استاذ عمر؟ استاذ عمر صافين. شنو هاي استاذ عمر؟
زين. واي تربيع تساوي ايش قد؟ 16 اكس. هاي يمين لو يسار لو اعلى لو اسفل. هاي طلاب استاذ عمر ليش تضحك بيه؟ ها؟ زين. فالواي تربيع تساوي 16 اكس. هذا شنو طلاب؟ هذا يمين. زين. انا حددت حاطط هسه مو كل ساعه احنا نروح نرجع. هاي واي تربيع تساوي واي تربيع او موجب هذا يمين. نجيب لي الواي تربيع تساوي 4 بي اكس. اوكي؟ يلا نجي نقارنها. تقول لي واي تربيع تساوي 4 بي اكس. زين. شو نسوي؟ هاي هم نخليها داخل مربع صغيروني. هذا المربع طلع ما ادري شلونه. اوكي. الواي تربيع ويا الواي تربيع تروح، والاكس ويا الاكس تروح. ايش بقت لي؟ بقت لي 4 بي تساوي 16. نقسم على 4 لان بصف البي اكو 4، فالتقسيم 4 بي تساوي 16 على 4 يبقى بس 4. ايش طلعت اني هنا البي؟ ايش بقى لي؟ بقت لي شغلتين اللي هي البؤرة وشنو؟ معادلة الدليل. زين. انت شنو عندك؟ عندك يمين البؤرة، تكتب لي القانون مال البؤرة مال اليمين اللي هو شنو؟ بي بصفر. وتكتب لي القانون مال معادلة الدليل اللي على اليمين اكس تساوي بي. بس مباشرة تجي تعوض. الاف تنزل لي اياها. البي ايش قد؟ 4، فتكتب لي بمكان البي 4 والصفر ينزل. هاي شنو هاي؟ هاي البؤرة. وهنا اكس تساوي بي، الاكس ينزل. البي ايش قد عندك؟ عندك 4. انتهى الموضوع. هاي معادلة الدليل. تمام؟ تمام. زين. نيجي لهذا السؤال. هذا السؤال بيه مشكلة. خلينا نحل هذا السؤال وبعدين نرجع على هذا. زين. نجي على هذا السؤال. جد البؤرة والدليل نفس الوضع. لحد هسه احنا بالنوع الأول من الأسئلة. النوع الأول من الأسئلة هو يريد دليل يريد بؤرة. شلون الخطوات مالتي مال الحل؟ الخطوات مال الحل مالتي انه انا اول شيء لازم اشوف المعادله مال القطع هل هي جاهزه. اذا جاهزه مباشره احدد حاله القطع هل هي يمين او يسار او اعلى او اسفل. والشغله الثانيه نسوي بالمقارنه ونطلع البي ونكتب القانون مال البؤره والقانون مال الدليل وانتهى الموضوع. هذا اراد مني بدليل او بؤره. مرات تجيني المعادله ما مرتبه، انا بس ارتبها ويبقى نفس الشغل. هم هو يريد مني من بؤره وشنو؟ بؤره ودليل. زين. هنا كارثه من الكوارث يا استاذ عمر. اذا جيت هنا شو يسوي الطالب؟ والله يدق ويلطم. زين. ليش؟ لانه ماكو لا اساسيات بالثالث متوسط، لا رابع ممشيها هيجي على الله، فمن يصل هنا يسلمها. زين. فشلون ايش راح يشتغل هنا؟ ايش راح يسوي؟ قبل راح يجي يقارن، قبل يكتب معادله القطع. اكو مره طالب يتسوى تدري؟ قبل والله يتسوى. لا اكو مره طالب تدري ايش سوى؟ والقران بس ما كان هاي المعادلات مال المرتبطه بالزمن. اكو دي اس على دي تي هو المجهول، هو بس هذا المجهول. فيحل بالمعادله وهذا ما كان اسمه جعفر، يحل بالمعادله والدي اس على دي تي ما كاتبها ويحل وبس ارقام. هنا 3 زائد ما اعرف ايش قد وبس ارقام. قلت له المجهول وين؟ ما كاتب المجهول. يقول لي لا استاذ بعدين اطلع المجهول. فمشكله بالقران. انت خوف انت مره عليك هيك اشياء. يلا هنا شو نسوي طلاب؟ هنا ال 24 واي ننقلها. ليش؟ لان احنا نريدها بالبدايه شنو هو؟ نريد نخلي الاكس تربيع على جهه والواي على جهه، او الواي تربيع على جهه والاكس على جهه. بس دائما احنا نريد الواي تربيع وين؟ على اليسرى. يلا انتبه علي. احنا دائما نريد الاكس تربيع وين؟ على اليسار والواي على اليمين، ونريد الواي تربيع على اليسار والواي على اليمين. يعني شلون هيك بالضبط؟ شلون هاي؟ دائما هيك اريد الاكس تربيع منا، الاكس منا، الواي تربيع من... دائما اريد ابو التربيع منا انا والاكس منا. تمام؟ تمام. حتى نحافظ على الشكل مال المعادله مالتي مال القطع.
فايش راح نسوي؟ راح ننقل هذا. اول شغله تقول لي استاذ هذا الواي خلينا ننقله هو وصاحبه ال 24، هنا راح يصير 3 اكس تربيع تساوي ال 24 واي هي سالبه، من ننقلها تصير موجبه تصير 24 واي. ايش بقى لي؟ احنا نريد اكس تربيع ما نريد 3 اكس تربيع، فنقسم على 3. مو تقسم لي بس هذا على 3، انت من تقسم المعادله كلها على الرقم اللي انت راح تقسم عليه، ومن تريد تضرب المعادله. اوكي افتهم. ومن تريد تضرب شنو المعادله كلها بالرقم اللي انت جاي تضرب به. زين، هنا الاكس تربيع تنزل يعني راح نقسم على 3، 3 تقسيم 3 تروح، و24 تقسيم 3 هي 8، لان 8 في 3 24 واي. خلصت. كملت. حصلت على معادله القطع. هاي شنو معادله القطع استاذ عمر؟ استاذ عمر اليوم ابد مو وياي. زين، هاي شنو؟ هاي اعلى، وانه بس يضحك فيه. زين، هاي اعلى. نجيب المعادله مالتي مال الاعلى، اكس تربيع تساوي 4 بي واي. يعني بس مجرد ايش سويت اني؟ بس مجرد المعادله مالتي اكس تربيع تساوي 8 واي، قارنتها ويا المعادله اللي تشبه هاي المعادله، اكس تربيع تساوي 4 بي واي. مو تجيب لي ام السالب موجب، تجيب لي ام الموجب سالب، تجيب لي ام السالب. زين، شنو اللي بالمقارنه؟ بالمقارنه راح نحذف حتى نطلع بي اكس تربيع، واكس تربيع تروح، واي ويا الواي تروح. ايش بقت لك؟ بقت لك 4 بي. شو تساوي لك؟ هاي تساوي هاي تساوي 8. تقسم لي على 4، راح تقول لي بي تساوي 4 على 4 تروح 8 على 4 تبقى 2، فالبي تساوي 2. خلصت. شو تسوي لي؟ تكتب لي القانون مال البؤرة والقانون مال معادلة الدليل. زين، القانون مال البؤرة هو انت شنو البؤرة مالتك اعلى، فالقانون مال البؤرة مالتك اف صفر فارزة بي، والقانون مال معادلة الدليل واي تساوي بي. زين، تعال الاف تنزل، افتح القوس، الصفر ينزل، البي ايش قد عندك؟ البي 2 تنزل لي اياها 2، لا تكتب سالب هي اصلا موجبه. معادله الدليل الواي تنزل ويساوي البي ايش قد قيمتها 2 تنزل لي 2. انتهى هذا السؤال. هنا طلعت معادله الدليل، هاي معادله الدليل، وهاي شنو؟ وهاي البؤره. زين. استاذ عمر هيك اسئله تجيب الوزاري؟ مستحيل. زين، عاد ليش ندرس اذا ما تجي؟ والله. ها، اذا ما تجي، اذا انت تعرف هذا الشيء ما يجي ليش جاي تطيح؟ لان هو المواضيع اللي وراها معتمده على هذا الشيء. يعني هذا الشيء جاي احنا نحله، هو خطوه من الموضوع ممكن يجيك بالوزاري، بس هيك شيء مستحيل يجيك بالوزاري. يعني امانه هيك شيء ما يجي. زين، جد البؤره، بس خلينا نمسح هذا لان هذا احنا حليناه. زين، اذا يحل بالسؤال ويحل لي بدون مجهول، ادري من انت جاي تحل. ادري والله، ادري بعد 5 دقائق ادري هو خلصت ما بقى بس هذا. استاذ عمر بس قل لي هذا شلون نتعامل وياه، بس اريد طريقه سهله، انا عندي طريقه. مصير مشكله هنا. هو اوكي، هو هيك صح، بس انا ما اريد هيك الطالب هيك يسوي احسن. يلا طلاب، احنا ايش متفقين؟ متفقين ان الواي تربيع تبقى وين؟ تبقى على اليسار، والاكس ننقلها. يلا تعال، راح تبقى سالب واي تربيع. خلينا نمسح هذا اللي يساوي. دير بالك هي سالب واي تربيع تساوي، هاي مو 1 على 5 اكس، شنو اشارتها؟ موجبه ترى على اليسرى، تصير سالبه، تصير سالب 1 على 5 اكس. طلاب انا دائما الواي تربيع ايش اريدها؟ اريدها موجبه، فما دام هنا عندك سالب وهنا عندك سالب، السالب ويا السالب يروح. تمام، السالب ويا السالب شنو؟ يروح. هذا السالب راح يروح يصير موجب، وهذا راح يصير موجب. فصارت عندك هيك المعادله. هاي المعادله شنو هو؟ هاي المعادله تحدد لي اياها، تقول لي هاي استاذ يمين، تجيب لي المعادله مال اليمين واي تربيع تساوي
4 بي اكس مثل ما اشتغلنا بالضبط. زين الواي تربيع والواي تربيع تروح والاكس ويا الاكس تروح، ايش تبقى لي؟ تبقى لي 4 بي تساوي 1 على 5. من عندك هيك 4 بي تساوي 1 على 5. انت هنا راح تقسم لي على 4 وهنا راح تقسم على 4. 4 و4 تروح تبقى بس بي تساوي دائما هاي الأربعة في الخمسة تضربها تصير 1 على 20. 4 في 5 20 تصير 1 على 20. وعلمتك من الساعة ليش؟ بي تساوي 1 على 20. هاي البي طلعتها. ايش بقى لي؟ بقت لي البؤرة والدليل واخلص. شلون نكتب البؤرة والدليل؟ تقول الاستاذ سهلة. نكتب هنا القانون مال البؤرة وهنا نكتب القانون مال معادلة الدليل. زين القانون مال البؤرة اف هو شنو البؤرة مالتك؟ انت يمين اذا بي وصفر تمام. وهنا معادلة الدليل اكس تساوي بي، بس مجرد تجي تعوض وهاي هي. الاف تنزل تفتح لي قوس، الصفر هذا ينزل. ايش قد قيمة البي؟ قيمة البي 1 على 20. تبي 1 على 20. هاي من نهاية هاي البؤرة اكس تساوي البي ايش قد؟ 1 على 20. نزلت الاكس مكان البي كتبت 1 على 20. وهاي معادلة استاذ عمر بعد ايش قد فدوه؟ دقيقة عندي بس هذا آخر سؤال. هذا أسهل. ها؟ هذا أسهل سؤال. جد البؤرة والدليل منطيك إياها جاهزة. هاي شنو هاي؟ هاي يمين تقول له واي تربيع تساوي مباشرة هاي جاهزة 4 بي إكس. يلا الواي تربيع ويا الواي تربيع تروح، الإكس ويا الإكس تروح. 4 بي تساوي ايش قد؟ تساوي 4 على 4 قسم بي تساوي 1. تجي تكتب لي القانون مال البؤرة اللي هو على اليمين، وتكتب لي القانون مال معادلة الدليل. انت عندك يمين هذا القطع مالتك شنو؟ هذا القطع مالتك يمين، اذا الاف مالتك هي بي وصفر، والدليل مالتك اكس يساوي بي. الاف تنزل 1 بصفر واكس تساوي 1. انتهى الموضوع اللي هنا طلاب. اخذنا النوع الاول من الاسئله. ان شاء الله بالمحاضره الثالثه راح ناخذ النوع الثاني من اسئله معادله القطع المكافئ.